اهلا بكل مامي متابعانا. النهارده هنقدم وجبه الجزر للاطفال. هنجيب الجزر، وزي ما اتفقنا ان الخضار بتاعنا لازم يكون مغسول كويس جدا، وبنقشره عشان يكون سهل في الهضم للطفل. وبعد ما بنقشر الجزر بنقطعه قطع صغيره او شرايح زي ما احنا شايفين، وبعدين بنحطه في كميه ميه مناسبه زي ما اتفقنا، ما تكونش كتيره عشان نستفيد باكبر قدر من فوائد الخضار اللي بتنزل في الميه. وهنحطه على نار متوسطه، ونخلي بالنا ان الجزر بياخد وقت في السوا شويه. ودلوقتي بعد ما الجزر استوى زي ما احنا شايفين كده، هنضربه في الخلاط، او للي حابب زي ما انا قلت قبل كده اني بحب اضربه في مطحنة التوابل علشان ما يتنطورش مني في الخلاط، لان الكمية بسيطة وانا عايزة استفيد بيها كلها، ما بفضلش الم منها وتقل مني خالص. وده شكل الجزر بعد ما اتهرس في الخلاط. دلوقتي نقدر نقدمه للطفل، بيبقى سهل جدا في البلع وجميل ولطيف والطفل بيستلطفه جدا. طبعا لازم نكون عارفين معلومة مهمة قوي، وهي ان اي اكلة جديدة بنجربها للطفل نبدأ بكمية صغيرة جدا اول يوم، وتاني يوم نزود الكمية شوية. لو الطفل ما ظهرش عليه اي اعراض حساسية او طفح جلدي او اي حاجة غريبة، اذا الاكلة دي تمام مش بتتعبه ونديها له بشكل طبيعي. ونخلي بالنا ان في البداية الطفل بياخد كميات بسيطة، فلو انا عايزة اعمل كمية وانا بشتغل ومش فاضية اعمل كل يوم، بعمل كمية زي كده وبشيل منها جزء لازم في علب مخصصة للأطفال، وبشيلها في التلاجة عادي جدا يوم أو 2 ماكسيموم 3. باخد منها كل يوم، لكن لو أنا الكمية دي اديت منها الطفل والمعلقة دي دخلت في بق الطفل وبقى فيها لعاب من بقه ورجعت تاني هنا الطبق، ما ينفعش ادي الطفل تاني من الأكلة دي. خلاص كده لو حاجة اتبقت برميها ما بخليها لوش، لازم بديله من جزء نضيف كان محطوط في علب قبل كده. وبالهنا والشفا، شكرا لكل مامي متابعانا. ولو عجبك الفيديو دوسي سبسكرايب او اشتراك للقناة عشان يوصلك كل ما هو جديد. شكرا.